ايه يا جدعان اللي بيحصل؟ في نوع مخدرات جديد بيتباع بجد بتتسحب اكتر من تذاكر الحفلات، كل ده على دبانه؟ ايه الكلام بقى في الحوار ده؟ وطبعا النهارده مش هدوقها واعمل لكم مراجعه بتاع اكل، هنتكلم حبه عن الشركه وعن تاريخها ونحكي عنها شويه، بس مفيش مانع ندوقها يعني. وقبل ما نبدا الفيديو كده ما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين اول حاجه، وبعدين تبقى تفكر تدعمني بلايك وكومنت حلوين كده، ولو اول مره تشوفني اوعى تنسى تشترك وتفعل زرار الجرس. وشكرا على 950 لحد دلوقتي، وان شاء الله نكملوا ال 1000 قبل اخر السنه. وتعالى نشوف ايه الدبانه دي. ونبدا اول حاجه بالاسم، وبالمناسبه اعجب اسم في التاريخ تقريبا، مسبيرو سبانه. لا يا عم اكيد بتقول مش كده، اسمها بيروس باتس. الناس كلها بقى جنونه، سبيرتو سبانخ، مسبيرو سبارس، حاجات غريبه يا جدع والله. لا واللوجو بقى اللي هو اعظم من اي براند تقريبا، الدبانه. الحقيقه هي مش دبانه، دي نحله، ورمز النحله دوت بقى عشان عيله صاحب المشروب نفسه كانت مشهوره بالنحل، وكان عندهم مناحل عسل في جزيره كيفالونيا في اليونان، وكانت اشهر واحسن انواع عسل موجوده ساعتها هناك. والازازه الصراحه برضو مختلف عن الاغلب، برضو هي ممكن تكون قريبه من فيوري شويه، بس برضو مسبيرو الاعظم. اتكلمنا عن المنتج شويه، وطبعا اتكلمنا عن طعمها في اول الفيديو. اول حاجه دي سبيرو بيتش، والحمد لله لقيناها، رب يوعد كل مشتاق. تعالى بقى نتكلم عن تاريخ المشروب ده. ايه نظام؟ تطلع الشركه جايه من 1920. طب مين المؤسس بقى؟ مش مشروب مصري؟ لازم بقى نعرف تاريخه. هل تعلم عزيزي المشاهد ان المشروب اللي بنتفخر بيه كلنا هو مشروب مصري بقى والدنيا دي، واللي بالمناسبه جودته مش وحشه خالص قدام بقيه المنافسين. فكرته اصلا بقى مش مصريه، والله زي ما بقول لك كده، المؤسس اساسا يوناني، وصاحب الفكره نفسه اسمه سبيروس باتس، قمه الكرييتيف يعني. اتولد في اليونان سنه 1885، وجاء مصر وهو عنده 15 سنه، يعني حوالي كانت 1900 ساعتها، وتقريبا كده من تاريخ التاسيس 1920 كان عنده 35 سنه ساعتها. واتجوز من مصر وخلف 4 اطفال، منهم اللي قعد هنا يساعد ابوه، ومنهم اللي جرى وقال لك بلدي اولى بيا. واول مصنع ساعتها كان في شارع الخور من شارع عماد الدين وسط القاهره. كان مؤسس المصنع ساعتها هو واخوه سنه 1920 زي ما قلنا، واللي مطلع بقى اول ازوزه عمهم الخواجه سنه 1909، واول ازوزه طلعوها كانت ليمونادا باتس. ساعتها بقى كانوا المنافسين مين؟ باسكال وسيتي وبلوك روز. المفروض يعني كانوا شركات تقيله دول ساعتها، ما فكرهمش انا اكيد، بس على مين؟ سباتس اقتحم السوق بالجامد، وب 150 عامل مصنع و20 عربيه توزيع بس مشي ووصل مصر كلها من اول القاهره لكومومبو. وسفروا منتجاتهم ساعتها بالسكك الحديد، كانت اسرع وسيله نقل ساعتها. كان وقتها بقى المشروب الرسمي والمحبوب عند الكل، زي الاحمر والازرق الايام ديت. اي حد بقى بيشربه ساعتها، غني فقير مشهور مش مشهور. ازازة ازوزة سبيروس بات السقعانة البشر بيها يا شعبان. بعد فترة بقى من نجاح المشروب والنجاحات المتتالية، نوصل لسنة 1941. أخذ المعلم سبيروس باتس ميدالية ملك مصر فاروق الأول في المعرض النوعي للصناعات، وأخذ المركز الأول كأحسن منتج أزوزة ساعتها، وخد المركز الأول ساعتها على 56 مصنع غيره بيعمل أزوزة برضه. وطبعا الصناعات الوطنيه كانت بتقابل دعم كبير قوي من الحكومه ساعتها، لانه طبعا يعني منتج الدوله، لو مش الدوله اللي هتدعمه مين اللي هيدعمه غيرنا؟ فادعم منتج بلدك بقى وبطل عقده الخواجه يا خواجه. رغم ان اللي عمل المشروب اصلا خواجه، بس برضه عمله في مصر. اصحى للكلام. نرجع لموضوعنا تاني. ساعتها بقى الفتره ما بعد 1941 اخذ تعاقد من القصر الملكي انه يوفر لهم كل احتياجاتهم من سبيروس باتس مخصوص. وتخيل بقى كل النجاح اللي عمله دوت بطعم واحد او طعمين تقريبا. ونوصل بقى ل 1950 8 مايو تحديدا، يتوفى الحاج سبيرو على عمر 65 تقريبا، ويتدفن في مدافن مصر القديمه في كنيسه ماري جرجس، ويكمل ابنه المسيره ايليا سبيروس باتس. المفروض انه كان بيطور منه هو كمان، بس ما لحقش يعيش قوي لانه برضه توفى سنه 1960. وجت بقى مدام افتخيه البنت الاصغر للخواجه سبيرو، اللي اتولدت ساعتها سنه 1928، وطلعت كملت دراستها في سويسرا، ونزلت بقى من بره على مصر ساعتها عشان تكمل المسيره سنه 1960، وقعدت حبه حلوين قوي يعني. وطبعا غير موضح الفتره ديت المشروب كانت حالته عامله ازاي، رغم اني اشك ان هو هيكون في حاله ركود ساعتها، لان طبعا الاولاد مش هيكون عندهم نفس شغف الاب اللي هو مؤسس الشركه اصلا. لحد ما وصلنا لسنه 1998 تم التنازل عن الشركه والبراند كله لشركه سابسا للمياه الغازيه.
فلاش باك كده بقى في السريع نعرفوا ايه شركه سابسا دي اساسا وعملت ايه بعد ما استولت على سبيروس باتس. اتاسست سنه 1970 وحاليا اسمها ميمكو للمشروبات والاغذيه، ممكن منكم يكون عارفها. صحابها كانوا طلعت وسمير عطوان ومقرها كان في السويس، وبعد حرب 73 نقلت مقرها لعين شمس. طبعا دول ناس مصريه 100%، وكان اشهر منتجاتهم ساعتها ريو سابسا وسباسيال وليفيورا. وما تسالنيش ايه المنتجات دي بجد، يا رب اصلا الصور ديت تكون صورهم الحقيقيه. تقريبا حاجات الاجيال القديمه كلها كان اسمها غريبه. مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في ايه عندك يتشرب؟ سباتس. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله وعلى المهم يعني انضم عليهم المنتج الجديد مشروب سبيروس باتس. بعد انتقالها للشركه الجديده ضافوا لها كمان اطعمه جديده لحد ما توفى الاخين سنه 2009 ونام فيها بقى دي لحد 10 سنين تقريبا. وطبعا ده عمر يعني كفيل يموت اي شركه او منتج. ورجعنا تاني للاخين ولاد طلعت، مينا طلعت ويوسف طلعت، ونووا ان هم يرجعوا المشروب تاني سنه 2019. وطبعا رجعوا على طلب المستخدمين القدام، واكيد ساعتها كان عددهم قليل جدا، كلها ناس كبيره يعني وناس عارفه بقى الزمن الجميل والقديم والدنيا دي كلها. وجاب جيل كله بيشرب المشاريب التانيه واللي ما فيش اكتر منها. الحوار بالنسبه لهم صعب جدا جدا طبعا. ورجعوا بقى وعملوا بيدج على الفيس وغيروا شكل الازازه واطعمه جديده زي الكيوي والعنب والتفاح والاناناس. بالعقل الطبيعي جدا شركه زي ديت بس عشان تطلع وتكسب وتحاول تنافس بالميت عايزه بتاع 10 سنين بقى شغل تقيل وتسويق وشغل كتير قوي. وخلاص هم عادي ومش مستعجلين وشغالين بشويش يعني في الطبيعي. يا بجد تحصل بقى المعجزه السنه دي وتنتشر المقاطعه والاستجابه الغير طبيعيه للمقاطعه وقويه جدا جدا. ما تفتكرش انك بتقاطع لوحدك. بالمناسبه عشان ما تزهقش، الوطن العربي كله بيقاطع، ولدرجه ان المقاطعه وصلت للدول اللي بره، دول زي امريكا واوروبا وبريطانيا مثلا. فبجد انت ما بتقاطعش لوحدك فما تزهقش. ودي اللي اعتبرها الحقبه الرابعه للشركه والاكبر والاضخم واللي ممكن ما تتكررش تاني بجد. والارباح والطلب زاد على الشركه اكتر من 300%، والسحب عليها بجد غير طبيعي. ورغم كل دوت مش منتشره في كل حته، بتعاني عشان تلاقيها. ودعم قوي جدا من كميه مصممين بنت لذينه عملوا تصميمات كتيره جدا ببلاش ونزلوها على الفيس وممكن يستفاد منها. طلب غير طبيعي على احجام جديده زي اللتر والاتنين لتر. تصميمات كتيره جدا وطلبات اكتر للكنزات ونصايح اكتر واكتر من مسوقين وخبرات في التسويق الالكتروني كلها ببلاش. دعم بجد غير طبيعي من الشعب، ودي حاجه بجد تبسط اننا نطلع منتج زي دوت من بلدنا. وقت بقى ما انا بكتب السكريبت دوت كنت قايل انه سنه او سنتين بالكتير قوي وهتلاقيه بيصدر بره للوطن العربي او لحتت تانية. امبارح على طول لقيت ماركت في الامارات خد شحنه وبيبيعها عنده كمان. يعني صدر بره في اسرع ما انا كنت متوقع بياما الصراحه. توظيف ناس جديده باعداد مهوله بجد، توفير فرص عمل كتيره جدا ومحترمه. كل اللي عليهم بس حبه تركيز وذكاء عشان يستغلوا احسن فتره هم فيها دلوقتي بطريقه تخليهم عايشين لسنين كتيره قدام، ما يبقاش مجرد ترند وخلاص. لان المشكله اي منتج بيطلع الطلعه ديت في خلال غياب المنافس بتاعه، لو ما ثبتش وجوده واستغل الوقت دوت بافضل طريقه ممكنه، ممكن يقع على وشه تاني ويبقى مجرد ترند حصل وبس. وساعتها كل الارباح اللي خدها هيصرفها خساير تاني. فبجد بتمنى لهم كل الخير ويعرفوا يثبتوا نفسهم في السوق. وبس كده اخيرا نكون خلصنا الفيديو، ويا رب يعدي الايام دي على خير. وما تنساش تدعي لاخواتنا في فلسطين، وما تزهقش من اي حاجه بتعملها، انك تتكلم او تنشر او تقاطع، كل ده بيأثر بجد. طبيعي يعني انت بتهاجم حرب شغاله بقالها اكتر من 100 سنه، ما تجيش انت عايز تحلها في يومين ثلاثه مثلا. ولو اول مره تشوفني اوعى تنسى تشترك في القناه، تعمل لنا لايك وكومنت حلوين زيك كده، واشوفكم الفيديو اللي جاي ومع السلامه.